كارثة عظمى قسما بالله الواحد الأحد، غير كارثة عظمى. قاعدين يتعبدوا في هذا الصنم الذي لا يغني ولا ينفعهم يا رب العالمين. مانيش فاهم لحد الآن، ماني فاهم. قاعدين يكتبوا كاين أشياء يعني خزعبلات كذا 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 كذا، نحن في غنى عنها قسما بالله. يعني المسلم يعني كيما يشوفوا هنايا هذا الإنسان راه يكتب، ما فهمتش زعما كيما نقولوا كي يكتب واش من الفائدة واش ما يحصل من هذا الشيء واش ما فهمت قسما بالله ما فهمت. قاعدين يتعبدوا فيها. شوف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. واش هذا؟ ماكرو فيزا، ميكرو. وحصل حصلت حصلة قبيحة. كان شات. كيفاش ما كتسبش فينا؟ يا هضر كمل هضر. كمل هضر اللي قلتي كتقول. كمل اللي قلتي كتقول. كمل هضرتك. كمل هضرتك. مالك خايف؟ لا بوليس. حتى نشرشمك كتسب فينا. ما كنسب. عندي الدليل كتسب. عندك دليل. هادشي اللي حاد ديالك. كتقوت الجرادي الليلي يا دار. Non, c'est pas vrai. Tu commences à insulter, je vais sur le live. Voilà, نوض عليك النحل انا. وانا commence à insulter. Ah oui. Heureusement ils m'ont envoyé une vidéo quoi, ils ont pas ou quoi. C'est grave dit, mais incroyable. Nous, eux qui ont fait la manifestation, on n'a même pas parlé. هو خايف حيت عارف راسو شنو يعمل. لا أبويا عليك صحاب مدينة حاكم في الضوء. ولا لا يلا شنو بالكم؟ قولا وفعلا ولا لا؟ قولا وفعلا ولا لا؟ والله دابا باقي شي واحد يقرب. شوف باقي شي واحد يقرب. هادشي اللي وقع لكم. شو هادشي اللي وقع لكم دابا. باقي شي واحد يقربنا بلادنا، يقربنا. شدوها وشدوها. شي مره اخرى تعلموا طفلوا علينا يا ولاد الحرام يا الكلاب. يلا كيسبوا غابه هما فيكم المغاربه ما بغاش يكمل. وقفنا عليه ما بغاش يكمل. واش ساعه هو في شي ساعه وقفنا عليه سكت. ساعه هو شد بريزونتيكم شكون انا كله كان كيفيرمي قبل تنعرف فينا. هو الفيديو عنده دابا غيدير التليفون دابا. حتى انا شفتو كيف. يا جماعة الخير، هاو لا شيء، هاو ولاية طمراس. المشكل هذا شوفوا يا أخي، شوفوا يرحم والديك عند الرومبوي تاع البعير. شوف معاناة، وراه لا شيء دوبل. هنا راكم تشوفوا فيه زوز ومن بعد يولي 3. يا جماعة اتقوا فينا ربي، بالله عليكم اتقوا فينا ربي. الناس كرهت، ملينا والله الا ملينا. اللي مخلي صالحه، اللي مخلي امور. شوفوا يا جماعه بالله عليكم واش تقول. شوف معاناه والله غير معاناه. تجي الناس تبات وغدوه باش يلقى روحه مسكين. علاه المعاناه هذه؟ يرحم والديك في بلاد كيما هذا. علاه الناس تعاني كيما؟ علاه ما كانش ليسانس والمازوت؟ علاه يا خويا طمراس هذه ما كانش اللي يتكلم عليها، ما كانش اللي يقول عندنا معاناة يعالجها. هذا الامر ولينا نشككوا فيه كاع. كيفاش معاناة؟ شوفوا يا جماعه علاه والله غير معاناة هذا. شوف معاناة والله لا معاناة. السلام عليكم خويا. السلام ورحمة. واش طالب في الاردوز هذه ديريكت من الاخر؟ طالب فيها 20 على ربي. 20 مليون ربي يبارك خويا. فيها الغاز قلت لي؟ فيها الغاز جديد. لا طول كما راهي؟ لا طول شويه مليحه. معليش. الموتور مليح، الباطه مليحه. ربي يبارك خويا. كلش انتهى مريقل. واش من نوع الموتور قلت لي؟ 76.
خلينا رقم الهاتف اللي يشوف عيط. 0672 42 12 81. ربي يجيب صوت شراب. الله امين، بارك الله فيك. ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخواني رانا موجودين في مقر بلدية الفايجة دائرة سقروني الثالث. حنايا هذا رئيس البلدية ورئيس هذا والشاف تاع لابريكات راهم جابوا لنا الكوموندو وراه هددنا بالقوة. جات تهضر معها مرأة يعني عندها 3 أولاد، داروا الراجل تاعها اللي ما عنده لا مرأة حتى حية وهي رجعوا راهم هدوها وقال لها نديك بالقوة. عدد اليوم نخصصه لصناعة قديمة في المغرب عرفت أوجها في السبعينات والثمانينات، لكن تحديثها وتوسيع نطاقها يبدو أكثر إلحاحا اليوم أكثر من أي وقت مضى. الصناعة البحرية المغربية أو صناعة السفن ورش كبير ورؤية استراتيجية دعا إليها جلالة الملك محمد السادس السنة الماضية في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 48. ومما جاء في الخطاب الشروع في إعادة تأهيل الواجهة الأطلسية وتكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. فبمميزات جغرافية لبلد بواجهتين بحريتين بسواحل تمتد على طول 3500 كيلومتر وموانئ هي الأكبر على الصعيد الإفريقي وحتى الدولي شيدت وأخرى قيد الإنشاء والتجهيز، وبمنطقة اقتصادية خالصة تصل إلى أزيد من 1,200,000 كيلومتر مربع. المغرب أصبح اليوم مرتبطا ب71 دولة وب184 ميناء حول العالم. رغم كل هذه المعطيات الأسطول المغربي الذي يضم حاليا 13 سفينة يساهم ب5% من إجمالي أو من حجم التجارة الخارجية للمغرب، علما أن ما يقرب من 98% من الصادرات المغربية تتم عن طريق البحر. قطاع السفن بالمملكة يواجه جملة من التحديات المتراكمة والتي تحول دون تطوير هذا النشاط. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح جملة من التوصيات الكفيلة بالنهوض بقطاع صناعة السفن، من بين المقترحات التعزيز المستمر لعرض البنيات التحتية المتخصصة، وضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، دعم الطلب الداخلي وإعطاء الأفضلية للإنتاج الوطني، إضافة إلى إعداد رأس مال بشري مؤهل وتعزيز البحث والتطوير والابتكار. حول أهمية هذا القطاع، قطاع صناعة السفن، وكيف سيعمل المغرب على تطويره بما يستجيب لطموح المملكة الساعية إلى إحجاز أو إلى حجز مكانة هامة بين المنافسين الكبار. لتحقيق التكامل في الاستراتيجية اللوجستية للاقتصاد المغربي بسعيه إلى التمركز كمحور للتجارة العالمية في منطقة غرب المتوسط، وفي ضوء النجاحات المتواصلة لهذه السياسة بتحقيق إنجازات مرتبطة بالنقل البحري للتجارة الدولية عبر ميناء طنجة المتوسط في انتظار تحقيق نفس الإنجاز مع ميناء الناظور الجديد وكذا ميناء الداخلة، تفطن صانع القرار الاقتصادي المغربي إلى النقص الذي تعانيه هذه الاستراتيجية في غياب ناقل وطني بحري قوي. التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعام الماضي 23 و2000 نبه إلى هذا الوضع داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن باعتبارها من الدعامات الأساسية من أجل تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
وهو الخطاب الطموح الذي جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، مؤكدا على الإمكانات الواعدة والمؤهلات المواتية التي يتوفر عليها المغرب، ومن شأنها أن تمكنه من التموقع الجيد في بعض الأنشطة وبعض الأسواق المتعلقة بصناعة السلع، من خلالها المملكة بحلول العام 30 و2000 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائدة، وأن يتوفر على 100 سفينة في أفق هذا التاريخ. المغرب يعتزم إطلاق استراتيجية وطنية لصناعة السفن ستجعل من المغرب بلدا وواجهة يعني تمتلك أسطولا بحريا محلي الصنع، خاصة بحلول العام 2030 تسعى المملكة إلى خلق هذه الاستراتيجية أو إطلاق هذه الاستراتيجية. لا محال أنها تمشي في هذه التوجهات، لأنها توجهات استراتيجية ستعود بالنفع على المملكة المغربية في تعاملها بطبيعة الحال اقتصاديا، في تعاملها مع كل يعني الدول يعني التي لها علاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع المملكة المغربية. وحنا كنعرفوا اليوم بأن يعني النموذج التنموي كذلك النموذج التنموي الجديد من ضمن توصياته هو خلق تنافسية في الصناعة البحرية. بطبيعة الحال الصناعة البحرية اليوم اللي غنتكلموا عليها غنتكلموا على عدة روافد في هذه الصناعة البحرية، كتدخل فيها كذلك الموانئ اللي اليوم المغرب يعني تبنى استراتيجية من أجل تأهيل وتطوير البنية التحتية المينائية، وخير دليل اليوم الميناء طنجة المتوسط، وكذلك ميناء الناظور، وكذلك يعني في السنوات المقبلة الميناء يعني الداخلة الأطلسي، ومن خلاله كذلك تأهيل ميناء مدينة الدار البيضاء في عدة جوانب تخص هذا المجال ديال تصنيع السفن. لأن اليوم يعتبر ميناء الدار البيضاء وميناء طنطان وكذلك ميناء أكادير من ضمن الموانئ اليوم اللي بطبيعة الحال هم ملزمون، صح التعبير هم ملزمون أنهم تكون عندهم صناعة للسفن المغربية وتطوير هذا القطاع هذا اللي هو مرتبط بطبيعة الحال بالعلاقات التجاريه والمبادلات التجاريه. لان اليوم داخل المملكه وكيف ما سبق واشرت واكد هذا الموضوع في كل المحافل وفي كل اللقاءات ان المغرب اليوم يعني في تعامله مع الدول الجوار خصوصا الدول الافريقيه هو انتقل من الدفاع عن الوحده الترابيه للمملكه، لان اليوم الدبلوماسيه المغربيه نجحت الحمد لله في العقد الاخير انها تحسم في الوحده الترابيه للمملكه، واليوم انتقلنا الى ما هو استراتيجي اقتصادي تعاون جنوب جنوب. اليوم كاين الواجهه الاطلسيه، اذا الاستراتيجيه اعتقد ان ما تتوفر لدينا من قوانين ومن قرارات لا صادره على يعني التوجيهية لجلاله الملك ولا كذلك ما اعلنته الحكومه الحاليه من خلال الوزير السابق، واعتقد ان السيد الوزير الحالي اللي بالمناسبه نتمنى له التوفيق سينهج نفس النهج، لان هذه استراتيجيه وهذا توجه ديال الدوله يعني بكل مكوناتها. الحمد لله احنا نجحنا في الصناعه ديال السيارات والصناعه ديال الطيران، ولكن اليوم باقي هناك يعني ما نقولش ضعف، ولكن باقي هناك ما كاينش واحد استراتيجيه مندمجه مع كل المتدخلين ان تكون عندنا صناعه بحريه واقتصادا ازرق يلبي طموحات يعني المملكه المغربيه والتوجهات العامه للدوله المغربيه. نعم، في ذات السياق استاذ بدر زاهر الازرق، اهلا وسهلا بك اولا وشكرا على تلبيه الدعوه رغم الوعكه الصحيه التي تمر بها، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه. أستاذ بدر، يعني بالحديث عن هذه الاستراتيجية دائما التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعام 2023 دعا إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن من أجل تكوين يعني أسطول بحري تجاري وطني وتنافسي وقوي. وفي ذات السياق وزير النقل واللوجستيك السابق يعني تحدث عن هذه الاستراتيجية التي تسعى من خلالها المملكة إلى جعل البلاد دولة بحرية. يعد هناك أي سبب لكي نتأخر أكثر على مستوى أيضا تطوير العرض اللوجستيك وعرض النقل، بإضافة بعد متعلق بصناعة السفن وصيانتها وصيانة القطع الغيار فيها. وأظن بأن المملكة المغربية هنا قد وضعت نصب عينيها من هنا إلى سنة 2030 يعني التوفر على صناعة تمكنها على الأقل من صناعة 100 سفينة في أفق 2030، ونتحدث عن سفن ناقلة للبضائع، سفن ناقلة كذلك لمختلف السلع، وبالتالي سوف نتجاوز المقاربه التي لطالما عملنا وفقها في المغرب بالتركيز فقط على صناعه سفن الصيد البسيطه والتقليديه والكلاسيكيه والتي لم تمكننا من تطوير هذا القطاع ولم تمكننا من تطوير التكنولوجيا
ولا المهارات المرتبطه بهذا القطاع. اذا اليوم اظن بان لحظه فارقه على مستوى تاريخ النقل واللوجستيك في المغرب. اذا بعد ان نجحنا على مستوى المرحله الاولى بان ننشئ ليس فقط مركبا مينائيا واحدا بل شبكه من الموانئ اليوم هي جد متطوره، واظن سوف يضاف اليها ميناء نظر المتوسط وميناء كذلك الداخل الاطلسي. وبالتالي هذه البنيه التحتيه المينائيه قد تكون هي نواه اولى لتطوير قطاع صناعه السفن، لان نحن كما نعلم بان جزء من صناعه السفن هو مرتبط بالبنيه التحتيه المينائيه. واظن بان اليوم على مستوى البنيه التحتيه المينائيه هناك مجموعه من احواض السفن الموجهه لصناعه السفن اليوم هي اما قيد التشييد او انتهى من تشييدها الذي يوجد الدار البيضاء الذي كلف بناء الدار البيضاء اكثر من تقريبا من 2 مليار الى 3 مليارات درهم تقريبا. وهناك اخر باكادير اظن بانه قد ابتدأ في استغلال هذا الحوض، وكذلك حوض اخر بمدينه طنطا. لا سوليداريتي والله شوفي شهرزاد ما تخافيش، تكونوا سودي، فهمتي، تكونوا فريمون سودي. حنا راه هاد 11 شهر صراحه شهر دازت علينا فريمون صعيبه بزاف بزاف بزاف، عرفتي بالخلعه ديالها بالستريس، انت ما عارفش واش غدا غادي تدوز ولا لا، كل مره كتخرج غومور في شكل. خاص سورتو الثقه ديال لي زيتيديون، خاصك تكون تايق في خوك، فهمتي. انا ما عرفتش نتوما شحال من اتيديون ناسيونال، مي صراحه كنشوف ما شاء الله لي ريلز ديالكم في تيك توك راكم غاديين في الطريق مزيان. والله حنا كنهضروا عليكم راكم غاديين فريمون في الطريق، راه فريمون راكم دايرين بحالنا. شي داك التليفون النمره اللي خلاتك كتنومر، انا راه ملي كنبغي نعيط ولا نستقبل كنمشي للتيليبوتيك. Année blanche, on a boycotté 2 semestres où on a commencé semestre ديال هذا العام و on était prêts زعما اننا نبويكوتي وكون ما عطاوناش المطالب، ما الحمد لله والله. مواطن عادي ما مفيشيش عندهم دونجي بوغ ليترونجي، انا يونيفرسال يخافوني يكشفوا لي ستور، فهمتي. انا اللي دويت نبلبل التويت راك تما. هذه خدمه ما كانش حاسد يعني يسرق الحديد كيما مانيطه ما كان يخلونا نسرقوا يسجل على ذلك. هاسي يقسموا معنا نون مانيطه. ها انت واحد زواري مسكين جاي من اقصى الشرق ولا من اقصى الغرب، حياته كاع نفوت القرايه ومن بعد كيجي يقول لك دبر لي منصب عمل نقري، نقولوا لا ما كاش منصب. اوكي ما كاش منصب، اعطيني الشهاده تاعي وخليني نروح نخدم. لا ممنوع، ما خليكش. سيدي هما ترحم ما تخلي رحمه ربي. بوادر الانفجار الشعبي بادره اللعين، بوادر الانفجار الشعبي ظاهره اللعين، والانفجار الشعبي القادم سيكون عظيم وعظيم جدا ما لم يتفطن صناع القرار الحقيقيين. صناع القرار الحقيقيين، طبعا كلامي موجه للعسكر، صناع القرار الحقيقيين في الجزائر حبينا ولا كرهنا هم العسكر، على المؤسسه العسكريه ان تتحمل مسؤوليتها. وانا خايف جدا انه يكون حاضر افضل من المستقبل. انا متخوف كثير انه الحاضر هذا راح يكون افضل من المستقبل، لانه بالفعل الفتره اللي فاتت افضل من الفتره اللي فيها. قبل 2019 افضل بكثير من بعد 2019. ليست فيها ما فيهاش تاع الصح. اعتبروها تشاؤم، اعتبروها حقيقه، اعتبروها ما فيهاش. يعني من السيء الى الاسوء. زايده راهم يحفروا الجماعه تاعنا، راهم يحفروا ويحوسوا يزدوا وراك رايحين. خلاصه القول انه هذا اللعب اللي راهو صاير في المؤسسه العسكريه من داخل بعض الخلاطين انما يصب في مصلحه خونه الخارج واعداء المعروفين، اعداء. لا يحييك ولا يطول السماع عليك. واو جيم اوفر. زيارة الجزائر أصبحت واجب، وأنا أتوقع أن ترامب سيزور الجزائر. لو يدرك ترامب الدور الحقيقي للجزائر لابد وأن يجري زيارة للجزائر، لابد. مستحيل ما يزورش الجزائر، مستحيلات السبع، مستحيل غير ننسى. المعطيات كلها على مكتبي ستقود إلى الجزائر. يجب أن أزور الجزائر. زيارة الجزائر أصبحت واجب ماشي زعما اوبسيون نديرها ولا ما نديرهاش، نبعث وزير الخارجيه. لا كاين لا وزير الخارجيه لا والو، تجي انت ترامب، انت من سيزور الجزائر. الجزائر على هوسه وتمسكه بالتدخل في مساله الصحراء المغربيه ووحده اراضي المملكه هو هوس يمكن تفهمه، لان كل ما هو مغربي جميل بذاته، فريد من نوعه وعريق بتاريخه، ابتداء من التقاليد المغربيه الضاربه في التاريخ ووصولا الى الصحراء المغربيه، وهو شيء ينقص الدولة الجزائرية الحديثة العهد. وفي هذا الصدد أريد التوضيح أن تمويهات الجزائر
لن تنطلي على المجتمع الدولي، ولن تخفي حقيقة السياق الذي تتعارض فيه تطلعات الملايين من سكان القبائل من قمع النظام الجزائري واضطهاده. فهناك عدة استحقاقات وانتصارات لشعب القبائل في الشهور الأخيرة، أولها الإعلان يوم 20 أبريل 2024 عن قيام دولة القبائل وعاصمتها تيزي وزو بعد سنوات من الاضطهاد والقمع الممارسين على هذا الشعب من طرف نظام الجزائر. لا يسعني إلا أن أختم مداخلتي وحق الرد باقتباس من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وشكرا السيد الرئيس. حتى في المنطقة لفت انتباهي برقية ورسالة الرئيس الجزائري معناتها رسالة فيها دعم كبير لترامب وأكثر من نقطة، وكأنه مستعدين للتعاون، بالرغم اللي من آخر قرارات ترامب في العهدة نتاعو هو الاعتراف الامريكي بالصحراء الغربيه. رغم ذلك الرساله الرئيس الجزائري توري اللي هو وتعكس عموما فما قلق جزائري بالعلاقات الدوليه في المنطقه. يعني بعد زياره الرئيس ماكرون للمغرب والخطاب نتاعو توا عمل برشا ضجه معناتها نتاع والاستثمار الكبير في الصحراء الغربيه، واضح اللي فما قلق جزائري من انه تتعزل الجزائر. باش يفرع البيبان هذا شفار الجيريان لو شديتو بارازار هو هذا شفار الجيريان هذا. ارجع لامك اللورا، ارجع لامك، ارجع لامك. تتسرقوا بنادم، تتسرقوا بنادم. هذا شفار، هذا شفار، هذا شفار الجيريان. اسكت لامك، هذا شفار الجيريان اللي عنده شي باب ما تيتسدش مزيان ولا شي حاجه ردوا البال وحده عنده مطريه باش يطردق الباب. والله ما عنديش شفار الجيريان، شفار الجيريان. باش نوري امك صورتك، ما نمشي نوري امك ما تسرقش الخل. لا 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 محمد لا. الماتريال باش يسرقوا كل شيء. شاوات جميله اختي، ماهيش طايبه. ما تجيش طايبه، هي ما تجيش طايبه. صح هذه ما تجيش طايبه، والبطاطا مالها ماش دخل. Esta aquí atrás es una comunidad islámica que han montado los marroquíes para que comamos todos. في العام الماضي أكدنا على وقف العدوان وحماية الفلسطينيين، وكانت محصلة السنة عشرات الآلاف من الشهداء. تقدروش تكذبوا على الشعب، تكذبوا على الشعب كما كذبتوا على الشعب 5 سنين تاع رونو من 2014 ل 2019 وانتم تبلعطوا في الشعب. رونو رانا نخدموا في رونو، رانا نخدموا في رونو، لكن ما قلتوش الحقيقه انهم هربت رونو ملايير الدولارات والاوروات للخارج. ما يجب ان يعرفه الشعب الجزائري انه شركه رونو الفرنسيه في وهران جات في 2014 وجات بخرطي لا قانون لا والو، هكذا اتفاقيه جاو ودخلوا قال لك احنا نركبوا السيارات، يجيبوا السيارات مفككه ديمونتيه من رومانيا ومن اسطنبول ومن المغرب، يجيبوا دي كونتينر من رومانيا من اسطنبول تركيا ومن المغرب، يركبوهم في الجزائر، يمونطيهم في الجزائر ويخرجوهم يقول لك صناعه جزائريه. والسيارات التي تباع في الجزائر من نوع رونو لا توجد في العالم، توجد في رومانيا وفي تركيا وفي المغرب وفي الجزائر، في فرنسا ما كاش. دوبلو جديد تاع وهران داروا له بلاصه تاع الاوبستاكل والانتبريال ليد، حوايج كل ماد ان مروك، مخدوم في المروك. هاي ماد ان مروكو. زادوا فيه حوايج ثاني داخل الصالة تاعو، هاوليك كل مروكو، مركب في الجزائر ومخدوم في المروك. احتفل مصنع سوماكا المصنع المرجعي لصناعة السيارات بالمغرب بالشروع في تصنيع سيارة رونو كارديان، سيارة جديدة سيتم توجيهها للسوق المحلية وللتصدير لحوالي 15 دولة، وهي حاملة لعلامة صنع في المغرب. هذه السيارة الجديدة سيتم تسويقها في المغرب اعتبارا من دجنبر 2024 عبر شركة رونو. المجمع الفوسفات المغربي فهمت؟ وعلاش المغرب منزعج من الجزائر من الاخر؟ بسبب ان الجزائر تطمح الى ان تنافس المغرب في تصدير الفوسفات، فهمت؟ راك تضربهم ديريكت في جيبهم، راك تخلط لهم في الجيب نتاعهم، في الحصه. اهم مصدر من مصادر التمويل الاقتصادي المغربي هو الفوسفات الان، بعد ما انضربت السياحه وانضربت الاخر، نحينا لهم الغاز، نحينا لهم كل شيء، بقى لهم غير الفوسفات.